السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه راقيه ولذيذه بزاف، اللحم بقري بالبصله واللوز والبيض. هاد الطبق يتميز بنكهه مغربيه الاصيليه بنكهه الحلو والمالح، واللي كيعشقوه الناس بزاف في العراسات والمناسبات. حضرناه بطريقه سهله وبالمقادير مضبوطه باش تجيكم النتيجه زوينه من اول مره. خليك معايا خطوه بخطوه، كيف قلت لكم خليكم معايا بخطوه بخطوه وغادي يخرج لكم طبق ممتاز وباحسن لذه. وما تنساوش ديروا اللايك للفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ويلا على بركه الله نبداو. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا دائما كالعاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبسم الله نبداو على بركه الله. هنا تقريبا هادشي في الايام ديال العيد، تقريبا خديت تقريبا شي كيلو ولا ربع ديال اللحم اللي عندي بقري. انا درت لحم بقري، غسليه طبيعه الحال دائما غسليه. انا راه كنت هذا جديد والاخر كان عندي مكونجيلي، حتى الكميه الاولى درتها قليله ومن بعد ما قدنيش وزدت. المهم انت تختاروا نتوما اللحم غنمي ولا بقري اللي بغيتو. تبعوا هذه الخطوه راه كيجي زوين وساهل، يعني حتى المبتدئه اللي ما عارفاش تتبع هذه الخطوه راه كيجي زوين. هنا راه درت هذه الكميه وعاود زدت. انا كنوريكم زعما رانا شحال حطيت، وراه كيما في الاخر ما بان لي داكشي قليل وعاود زدت. عرفتي تبارك الله اللحم غالي، خدينا غير القياس. هانتوما راه شفتوا زدت شويه ديال كونجيلي اللي بقى في الثلاجه وصافي. عرفتوا اللحم مع هاد العواشر والعيد راه كان طالع فوق قياس. ودابا هناك بديت كنقطع البصله كيما بغيتو تقطعها بالقطاعه بحال هكا، او قطعها غير بيدك او ديرها بالهاشوار اللي بغيتو. المهم تقريبا خدي جوج بصلات كبار وقطعيهم هنايا على اللحم فوق اللحم. هاد الطبق راه ساهل دغيا كيوجد. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتابعوا الفيديو حتى الاخير، ما تمشيو فين. هنا بعد ما ساليت البصله كامله تقريبا جوج بصلات كبار اللي درت، ضفتهم على اللحم وقطعتهم بهذه الطريقه كيف تشوفوا. وصافي عاد كندير العطريه كيف شفتوها نتوما. دابا انا غندير اللقامه. درت شويه ديال البزار، تقريبا معلقه صغيره ديال البزار، ما كاملاش ما عمراش. درت شويه ديال الخرقوم البلدي وشويه ديال السكينجبير والملحه ومعلقه ديال اللقامه ديال اللحم راه كتباع عند العطار، والملح كيف قلت لكم، وشويه القزبر حبوب حتى هو كديريه. وصافي درت شويه ديال زيت الزيتون وسكينجبير، وصافي كدير شويه زيت الزيتون ودرت شويه ديال الماء وخليته كيطيب. خليته يتقلى مزيان تتقلى مزيان، عاد ضفت عليه المرقه اللي غادا تمرقي به وسديه. وانتم غتشوفوا الطريقه كيفاش جا مخاتر جا بنين ومعلق. غير تبعوا، راه ممكن ديريه حتى بالبرقوق بهذه الطريقه، راه ساهل. انا كنهضر مع المبتدئات اللي ما كيعرفش حتى اللي مزروب يدير بهذه الطريقه. ودرت معلقه القرفه نسيتها. القرفه كتوازن الذوق زوين، كتجي في الطياب ديالها. وهنا درت شويه زيت الزيتون، غير شويه. نتوما شفتوا الزيت راه ما تكثرش انا الزيت. صافي من بعد كضيفي الماء غير القياس. انا درت زيت نباتيه وشويه زيت الزيتون درت. نتوما شفتوا راه ما كثرتش. وصافي ضفت الماء، تقلى مزيان.
عاد كتضيفي عليه، عاد كتسدي عليه تقريبا درت 2 كيسان ديال الماء كبار وخليته كيتقلى مزيان. وانتم غتشوفوا فوق البوطه كيفاش تقلى حتى كيختار ويتعلق. عاد كنضيف عليه نزيد الماء ثاني ونسد عليه. هنا شوف كيف ولا نتوما راه دوز وكيتقلى مزيان. عاد ضفت عليه شويه ديال السمن صافي. ما تقلى بعد ما تقلى مزيان وجانسات لي قامه مزيان وهذاك الشيء عاد كتسدي عليه الكوكوط صافي. كتضيفي الماء ليه وتخليه يطيب على خاطرو. ديري الماء الكافي اللي غيطيب فيه باش ما يتحرقش وعلى حسب ثاني اللحم اللي كيطيب دغيا وكاين اللحم اللي كيشد طياب. انا دغيا طاب. ايوا صافي. هنا بعد ما طاب ها نتوما كيفاش الشكل جا بمريقه خاتره. هنا بديت اللوز كيتسلق كيتقلى. ديروا دائما في زيت بارده ما ديروش في زيت سخونه لحقاش باش يطيب حتى من الداخل اللي يجي مقرمل. رديت هنا اللوز كيتسلق ورديت البيض رديت اللوز كيتقلى ورديت البيض كيتسلق حتى هو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق. انا غندير ليه معكم فوق الطبسيل تشوفوا كيفاش يجي. شوف كيف سيدا معلق. هانتوما بعد ما حطيتو هنا في الطبسيل صافي كتحطيه على الشكل اللي بغيتي نتيا وكتديري فوقو منه اللوز والبيض تتسلقيه وديري حتى هو بالجنيبات. كيبقاك انت الاختيار اللي ديري. انا عطيتك غير الطريقه كمبدا كيفاش طيبي الطاجين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وكيبقى لكم نتوما كيفاش دريسي الطبسيل. انا بعد ما حطيت الطبسيل كامل وهذا هو الطبق ديالنا واجد باللحم البقري والبصله واللوز والبيض. كيجي كيشهي وبنكهه لا تقاوم والشكل راقي وكيشهي. ولا جربتوه خليونا التعليق ورايكم في التعليقات وشاركوه مع الناس وبارطاجوا مع الاهل ديالكم والاصدقاء. وما تنساوناش دائما من لايك واشتركوا في القناه الا ما باقي ما اشتركتوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي فورا. وشكرا على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.